قرار رسمي بإعادة استدعاء جنود وأفراد الاحتياط الذين أكملوا الخدمة الوطنية في عام 2022. قبل البدء لا تنسى دعمنا بلايك واشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. مع تزايد التحديات الأمنية والاستراتيجية في العالم، أعلنت الحكومة الجزائرية قراراً رسمياً يتعلق بإعادة استدعاء جنود وأفراد الاحتياط الذين أكملوا الخدمة الوطنية في عام 2028. وفقاً للقرار، سيتم استدعاؤهم لمدة شهر كل عام، حيث سيشمل الاستدعاء تدريبات وتحديثات في المجالات العسكرية المتقدمة. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز القدرة الدفاعية للدولة وتحسين جاهزيتها لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة. ومن المتوقع أن يلعب جنود وأفراد الاحتياط دوراً فعالاً في تعزيز القوات المسلحة وتعزيز الاستقرار الوطني. وأكدت الحكومة أن الجنود وأفراد الاحتياط الذين يتم استدعاؤهم سيتلقون راتباً خلال الفترة التي يقضونها في التدريبات والخدمة. يأتي ذلك في إطار تقدير الحكومة لتضحيات هؤلاء الرجال الذين أكملوا الخدمة الوطنية في السابق، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في بناء وحماية وطنهم. من جهة أخرى، أكدت الحكومة أن عدم الالتحاق بالخدمة المطلوبة يعتبر مخالفة للقانون، حيث سيعتبر أي مواطن يرفض الانخراط في الخدمة العسكرية عاصياً، وسيتم متابعته قضائياً من قبل المحكمة العسكرية. يأتي هذا التدبير القانوني لضمان الالتزام الكامل والشامل من جميع أفراد المجتمع في ظل التحديات الأمنية الحالية.